الشرقية كانت في القديم كانت منطقة بادية، لكن مع تقدم العصر أصبحت فيها مباني وعمارات حديثة، لكن ما زال بعض التراث موجود فيها ومتمسكين في عاداتنا التراثية زي خبز الشراب والخبز الطابون. أيضا كمان عندنا الطبخ على النار وتربية الأغنام والحيوانات الأليفة موجود لحد الآن. فلو دخلت على السواحل الشرقية راح تشوف كثير من الحيوانات الأليفة مثل الأغنام والدجاج موجود في حظائر داخل منطقة السواحل. طبعا استخدمون قديما الزجاج، كانوا يستخدمونه قديما لإضاءة الخيل، كانوا يضعونه من تحت في فتيل من جوا ويضعوا في العتمة. البابور كان صنع يولد عليه قديما، يولد عليه ويدفع عليه ويعمل عليه كل شيء، كانوا يدفعوا عليه مصنوع من النحاس. جرب صناعة الفخار، وكان الناس يحطوا فيها ماء باردة ويصنعوا الطبيخ. الهاود هو من الأدوات المستخدمة منذ القدم لتحضير المكونات عن طريق سحبها وطحنها إلى معجون ماء. هذا اسمه الطبق، مصنوع من قش القمح، وكان أجدادنا يستخدمونه قديما في تقديم الطعام عليه. المنفل المعروف باسم الغربال عبارة عن أداة لضرب الحبوب وفصل مكوناتها. راديو مدرستنا مدرسة بنات عنات الأساسية. راديو مدرستنا.